وحتى لو ذنوبك كتير اياك تبعد عن الصلاه. كلنا والله العظيم اصحاب ذنوب، افتكر ان نص العمى ولا العمى كله، وانسى فكره ان ربنا ما بيروح لهوش غير المؤمنين اللي ما بيغلطوش بس. ده غلط والشيطان بيستغفلك، فروح له وين التوبه، وقف واطلب منه العفو والسماح. كان في واحده بتزني لكن لما سمعت الاذان قامت وسابت الزنا وتطهرت وتوضت وصلت، فربنا امتها على الوضع ده فماتت وهي على سجاده الصلاه فدخلت الجنه. وهقول لك حاجه تساعدك ترتاح في الصلاه، لما تقول الله اكبر وتخش في الصلاه اعرف وقتها انك واقف بين ايدين الرحمن، واقف بين ايدين ربنا، واقف بين ايدين اللي خلقك، اللي خلق كل حاجه حواليك، واقف بين ايدين عظيم، يعني واقف بين ايدين حبيبك. وابدا بدعاء الاستفتاح وبعدها خش بالفاتحه، ولما تقرا الفاتحه اقراها بالراحه بتأني، تدبر في معانيها، كل ايه لها معنى بيساعدك على الخشوع. ولو مش عارف معاني الفاتحه فالدكتور احمد عبد المنعم عامل تفسيرها في 20 دقيقه هيفرقوا معاك جامد. واركع بهدوء واسجد بهدوء وخد وقتك، وادعي بكل اللي في نفسك بيه لكن بأدب، لانك بتطلب من العظيم ملك السماوات